المنتخب الجزائري خرج لأنه لم يكن يستحق أنه يتأهل للدور الثمن النهائي، خرج لأنه مردوده لم يكن في المستوى لا فردي ولا جماعي. أي نعم، بين بأنه عنده فرديات وعنده منتخب وكان ممكن يكون نتائجه ومردوده أفضل، ولكن في مسابقات مثل هذه كاين جزئيات وتفاصيل لم نتحكم فيها، تعادلان وخسارة نفس نتائج الدورة السابقة. أعتقد بأنه نهاية مرحلة برحيل جمال بالماضي بعد هذا الإخفاق الثالث على التوالي في ظرف سنة واحدة. ما ننساش كأس أفريقيا الماضية وما ننساش التأهل إلى كأس العالم في قطر. فطبيعي جدا أنه المدرب يتحمل المسؤولية. ما نقدر نغير كل اللاعبين ولكن نغير المدرب. نهاية مرحلة، لاعبين كثر انتهت مهمتهم مع المنتخب، حان الوقت لعهد جديد وجيل جديد ونفس جديد يكون مع مدرب جديد. سؤال فني، هل هناك بعض المنتخبات التي تتطور أو المنتخبات الكبيرة هي التي تتراجع؟ لا، الاثنان معا. الحق زمن وين ظهرت منتخبات تطورت وتحسنت كثيرا مع جيل جديد، هذا الجيل الألفينية اللي صنع فارق بروح عالية جدا وبمهارات كبيرة يلعبوا في أفضل الأندية. اليوم لم يعد هناك فريق كبير وواحد صغير وفريق قوي والآخر ضعيف، هناك من يكون الأفضل في المباريات هو اللي يفوز، وهذه زادت في المتعة في الكرة الإفريقية والآسيوية أيضا.